مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة، يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. بدء تنفيذ لوائح إيجار المنازل الجديد في الإقليم الأوسط. لقاء لتعزيز المشاركة الأهلية في برامج التنمية بشمال البحر الأحمر. سمينار للطب الشعبي في كرن. أيرلندا تهدد بوقف محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. آلاف الرومانيين في الشارع احتجاجا على سياسة الحكومة. وحالة تأهب قصوى في أندونيسيا بسبب بركان بالي. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. صرح المدير العام للإدارة والمالية في الإقليم الأوسط السيد برهان نقاش لوكالة الأنباء الإريترية إيرينا بأن لوائح إيجار البيوت الجديدة بدأ العمل منذ 15 من نوفمبر الجاري. وأوضح السيد برهاني أن الهدف من اللوائح الجديدة هو مراقبة أسعار الإيجارات التي ظلت ترتفع من يوم لآخر بطريقة غير قانونية ولا أخلاقية ومبالغ فيها، مما خلق ضغوط كبيرة على الجزء الأكبر من مجتمعنا، مشيرا إلى سريان العمل به واضعين في الاعتبار دخل المستأجرين. وحول تأخير تنفيذ اللوائح التي صدرت في شهر أغسطس الماضي، قال بأن ذلك كان بسبب ما تطلبه من وقت وموارد وتحضير للوائح القانونية، موضحا عن تخصيص مكتب مركزي في الإقليم الأوسط لتنسيق العمل وفتح فروع له في مديريات الإقليم. وأوضح السيد برهاني بأن تنفيذ البرنامج يبدأ بملء المؤجر للاستمارة المعدة في المديرية، ومن ثم جمع نسخ مستندات الملكية والوراثة وأوراق التوكيل القانونية وبطاقة الهوية في ملف واحد، ومصادقة الجهات المعنية قبل البدء في التنفيذ. وبموجب اللوائح الصادرة ذكر بأن أهم الأسباب التي تؤدي إلى ترك المستأجر للمنزل هو عندما يريد المؤجر السكن بنفسه في منزله ولا يوجد له منزل آخر يعيش فيه، وفي حال التأكد من أن أبنائه المتزوجين يريدون العيش في المنزل، وكذا عدم دفع المستأجر الإيجار لشهرين متتاليين، وفي حال وجود مهددات لأمن المواطنين والممتلكات في المنزل، بالإضافة إلى قيام المؤجر باستئجار المنزل الذي أجره والاستفادة منه في أغراض غير قانونية. وفي الختام دعا السيد برهان المواطنين إلى إدراك أهداف وروح اللوائح والعمل بوعي لتنفيذها، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتهك اللوائح. وأوضح بأن أسعار إيجارات المتاجر ستبدأ قريبا. هذا وقد بدأ تنفيذ لوائح إيجارات البيوت في مدينة دباروا وضواحيها، شكتي وترائمني وعدي قدة وعدي لوغو وعدي قبراي. نظمت لقاءات عديدة في إقليم شمال البحر الأحمر حول تعزيز المشاركة الأهلية في البرامج التنموية في مديريات مصوع وقندع وفرو ونخفة. وتحدث سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد هيلي في اللقاءات التي عقدت عن أهمية البرامج التنموية التي ينفذها المواطنون بقدراتهم الذاتية، إضافة إلى البرامج التي تضعها الحكومة. وذكر السيد هيلي بأن المواطنين نفذوا هذا العام برامج تنموية متعددة تساهم في مضاعفة الدخل، مشيرا إلى إجراء دراسات للتعرف على البرامج التنموية التي تحدث تغيير رئيسي في معيشة المواطنين. وقدمت في اللقاءات في الدخل في مضاعفة وإنشاء مشاريع المياه والتشجير وغيره من المهام التنموية. وقال المشاركون أنهم يعملون لإنجاح البرامج التنموية التي تنفذ، مدركين أهميتها الكبيرة ومناشدين بضرورة صيانة طريق فورو إيغيلا وتوظيف الآليات الثقيلة في وقتها لصيانة الحواجز المائية وتوفير المبيدات الحشرية في أوانها، وإعطاء الاهتمام الأكبر لحل مشكلة مياه الشرب في مدينة مصوع وزيادة بساط المدن. عقدت وزارة الصحة سمينارا في مدينة كرن ل22 من العاملين في الطب الشعبي من كافة مناطق إقليم عنسبة لتتماشى أنشطتهم مع الطب الحديث. وأوضح مسؤول الخدمات الصيدلية في إقليم عنسبة الصيدلي جابرييل داويت أن السمينار يعتبر الأول من نوعه في البلاد، ويهدف إلى خفض التأثير السلبي للطب الشعبي لما له من دور كبير في الخدمات الصحية وتطوير جوانبه الإيجابية ليتماشى مع الطب الحديث. وأشار السمينار إلى أن محدودية معرفة العاملين بالطب الشعبي بمجال الطب الحديث يعتبر من الجوانب السلبية في أعمالهم،
حيث تم التوضيح بوجود برامج مستقبلية لتنظيم دورات تأهيلية للعاملين في الطب الشعبي حول الطب الحديث وأهمية الطب الشعبي في علاج الأمراض وكذا تبادل التجارب. هذا وقد بحث في سمينار الطب الشعبي والمستوى الذي بلغه ومدى قبوله في المجتمع والأدوية البلدية وتأثيراتها. وأشاد المشاركون من جهتهم بالسمينار الذي وسع مداركهم ونبههم إلى التدابير التي يجب اتخاذها في العلاج وتوطيد العلاقة مع الطب الحديث. دعا مدير مدرسة العدالة الأستاذ إبراهيم عمر محمد في ضاحية زولا بمديرية فرو إلى ضرورة العمل المنسق بين كافة الجهات الشعبية والحكومية والجبهة لتعزيز مشاركة الإناث في المرحلة الثانوية. وفي تصريح أدلى به الأستاذ إبراهيم أشار إلى مشاركة 315 طالب في العملية التعليمية، منهم 104 من الطالبات في العام الدراسي 2007 و2018. ورغم ازدياد مشاركة الإناث من عام لآخر إلا أن الأمر يتطلب بذل جهود أكبر في المرحلة الثانوية. وقال الطلاب من جهتهم بأن إنشاء المؤسسات التعليمية في منطقتهم ساعد في متابعتهم للتعليم بشكل جيد، وناشدين بفتح مكتبة في الضاحية وصيانة المدرسة حتى يواصلوا تعليمهم بالصورة المطلوبة. دشن كتابا جديدا بعنوان مع باي بخري عيل بكر في 24 من نوفمبر الجاري في قاعة سينما أزمرة، ويسرد الكتاب التحديات التي تواجهنا باستمرار في الحياة. الرواية هي من تأليف الكاتب داويد حديش وتضم 4 قصص قصيرة في 156 صفحة. وقال كل من الكاتب ملس نجوسي والجينا والدماريام في مراسم التدشين أن الكتاب يسرد طرق معيشة المجتمع الإريتري بصفة عامة ويعكس الحقائق التي تبرزها الثقافة والهوية والعقيدة. من جانبه أوضح مؤلف الكتاب الشاب داويد حديش أن الهدف من الكتاب هو إنشاء أفكار تهدف لتقديم مطبوعاته بشكل فني وتوجيه الشباب إلى الطريق الأمثل. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية ومعنا. على الصعيد العالمي، قال مفوض شؤون الزراعة في الاتحاد الأوروبي فيل هوغان أن دبلن ستواصل التمسك بموقفها بشأن استخدام حق النقض الفيتو في المحادثات الخاصة بالعلاقات التجارية بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد إذا لم تتلقى ضمانات بشأن الحدود مع أيرلندا الشمالية. وأضاف السياسي الأيرلندي أن بريطانيا أو أيرلندا الشمالية على الأقل عليها البقاء في السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي لتجنب حدوث مشاكل تتعلق بالحدود التي تقسم الجزيرة. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من قبل أن بريطانيا ستترك السوق الأوروبي الموحدة والاتحاد الجمركي بعد الخروج من التكتل الأوروبي. وتريد دبلن ضمانات مكتوبة بأن إجراءات الخروج لن تؤدي لفرض قيود صارمة على الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية. ويقول مسؤولون في دبلن وفي الاتحاد الأوروبي أن أفضل سبيل لتجنب وجود قيود مشددة على الحدود التي قد تشمل فرض رقابة على جوازات السفر وقيودا جمركية هو الإبقاء على قواعد تنظيمية واحدة في شمال وجنوب الجزيرة. تظاهر آلاف الرومانيين في بوخارست احتجاجا على سياسة الحكومة المتهمة بإضعاف حملة مكافحة الفساد. وأفادت وسائل إعلام محلية أن ما بين 15 و 25 ألف شخص تحدوا البرد القارس ونزلوا إلى شوارع بوخارست، كما تظاهر آلاف الأشخاص أيضا في العديد من المدن الرومانية الأخرى. وتأتي التظاهرات تلبية لدعوة من منظمات للمجتمع المدني ونقابات اعتبرت في بيان لها أن مافيا سياسية تسيطر على رومانيا. وطالبت هذه المنظمات في بيانها بسحب مشاريع قوانين تطال النظام القضائي في البلاد، معتبرة أنها تضعف سلطات النيابة العامة الخاصة بمكافحة الفساد. وتأخذ المعارضة على الحكومة تهديد استغلالية القضاء عبر 3 مشاريع قوانين تناقش حاليا، ويمكن حسب رأيها أن تعرقل هذه القوانين الحملة القائمة لمكافحة الفساد. تصاعدت المخاوف من ثورة وشيكة في بركان جبل أوغونغ في جزيرة بالي الأندونيسية،
ووسعت السلطات مساحة المنطقة التي سيجلي القاطنون فيها حول البركان. وقد رفعت السلطات الأندونيسية حالة التأهب في الجزيرة إلى أقصى مستوى لها، كما أغلق مطار الجزيرة وتقطعت السبل بالكثير من المسافرين في هذه الجزيرة التي تعد مقصدا للسياح. وشهدت سحابة من الدخان الأسود ترتفع نحو 3400 متر فوق قمة الجبل. وقال المركز الوطني لإدارة الكوارث في أندونيسيا أن الانفجارات سمعت على مسافة 12 كيلومترا من قمة الجبل. ووزعت السلطات أقنعة واقية على سكان المناطق القريبة، كما أمرت بإخلاء منطقة بمساحة 10 كيلومترات حول البركان. فازت ممثلة جنوب أفريقيا بلقب ملكة جمال العالم لعام 2017 في المسابقة التي أقيمت صباح الاثنين في ولاية لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية. وقامت إيريس ميتينر ملكة جمال العالم 2016 بتتويج ملكة جمال إفريقيا لتكون خليفتها لعام 2017، كما جاءت دولتي كولومبيا وصيفة أولى وجامايكا وصيفة ثانية. وتبلغ ديمي لي بيتر ملكة جمال الكون لهذا العام من العمر 21 عاما، وحاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال. ووصلت 5 دول لنهائي المسابقة، وهي جنوب أفريقيا وفنزويلا وتايلاند وجامايكا وكولومبيا. وبتصفيتهن تنافست دولة جنوب أفريقيا مع كولومبيا وجامايكا على لقب ملكة جمال الكون لعام 2017. وقد بدأ حفل تتويج ملكة جمال الكون بمشاركة ما يقرب من 100 متسابقة من مختلف أنحاء العالم. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة، وحتى جيد اللغة تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق الحميد.